السلام عليكم. هذه أحدث أخبار اليوم، وهذا عنوانها: خال وشقيقتان يقتلون طفلا بسوق الأربعاء. المرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. اعتقلت الشرطة العدلية في بلدية سوق الأربعاء بالتنسيق مع المصلحة الوطنية لشرطة عدالة القنيطرة 3 أفراد من عائلة وشقيقتين وخالهم بزعم تورطهم في عملية الاعتداء في جريمة القتل العمد، حيث كان المجني عليه أخا قاصرا 5 سنوات. وقال بيان لجهاز الأمن الوطني إن إدارة شرطة سوق الأربعاء الغربي عثرت على جثة الضحية في منطقة مكشوفة قرب دوار ولاد بن السبع يوم الجمعة الماضي، ثم باشرت البحث عن جثة الضحية برنامج يجري البحث عن عائلته بعد الإعلان عن اختفائه في ظروف غامضة بعد حضوره حفل زفاف في المنطقة مع عائلته. أدى العمل الميداني والخبرة الفنية في العينات والآثار المأخوذة من مسرح الجريمة إلى إلقاء القبض على المشتبه به الرئيسي الذي عرض الضحية لجريمة القتل العمد. عم الضحية البالغ من العمر 22 عاما، وكانوا متورطين في التخلص من الجثة وإخفاء الأدلة على الجريمة. وتعمل عملية عقد الحقائق حاليا على التأكد من الدافع الحقيقي والخلفية وراء هذه الجريمة وكشف جميع ملابساتها، مشيرة إلى أن التجربة الطبية التي أجريت أشارت إلى أن الضحية لم تتعرض لأي اعتداء جنسي. واحتجز المتهمان البالغان من الناحية النظرية، بينما وضعت الفتاة القاصر تحت المراقبة في إطار دراسة قضائية أشرف عليها النيابة العامة المختصة للوقوف على مدى تورط كل منهما في هذه الأعمال الإجرامية.